ماذا لو اتولدت في فلسطين؟ لما أم فلسطينية بتكون حامل، وبالمناسبة في أكتر من 50,000 أم فلسطينية حامل في غزة لوحدها بس معرضين للقصف في أي لحظة وبدون أي إنذار، وهم مش عارفين أصلا هيولدوا إزاي، والمستشفيات مليانة جرحى، وفي مستشفيات اتقفلت أصلا، وفي مستشفيات مهددة بالقصف. ده غير إن القنابل الفوسفورية اللي بتحدفها إسرائيل على فلسطين بتسبب تآكل للجلد. لو الأم نجيت من القنابل الفوسفورية إن جلدها يبوظ، ممكن الجنين يتشوه. لو الأم حظها حلو وابنها اتولد مش مشوه، سمت ابنها مثلا معتصم، فايه المزايا اللي ممكن تقدمها الدولة لمعتصم زي بقية الدول؟ الإجابة ولا أي حاجة. نسبة إن أنت تعيش أو معتصم يعيش كشخص فلسطيني دي نسبة قليلة جدا. افترض إن معتصم كبر وهو في الضفة أصلا مش في غزة، وهو ماشي هيلاقي نقط تفتيش في الضفة لوحدها حوالي 630 حاجز أمني إسرائيلي. لو عدى على أي حاجز من الحواجز دي قدامه 4 احتمالات: إما يعدي عادي وده حظه حلو، إما يتمنع من الدخول وده برضه حظه حلو، يا إما يعتدوا عليه أو يقتلوه أو يستشهد، وده بيحصل كتير. انما لو في غزة فانت اصلا محاصر، لان غزة عبارة اصلا عن سجن مفتوح، عندهمش صرف صحي كويس، والكهرباء والمية دايما بيقطعوا. الفترة اللي احنا فيها دي لا فيه ولا كهرباء ولا مية ولا غاز ولا اكل ولا دواء ولا مستشفيات ولا رعاية صحية. لو انت طفل فلسطيني لما تكبر هيكون عندك صدمات كتير عدت عليك في حياتك. ولنفترض مثلا ان ابو معتصم مزارع فلسطيني، فاسرائيل منعت الزراعة وقصفت المناطق الزراعية، وبسبب اللي عملته إسرائيل في فلسطين خسرت أكتر من 75,000 طن من المنتجات الزراعية. لو معتصم كبر مثلا وقرر إنه يشتغل مسعف، فإسرائيل بتستهدف عربيات الإسعاف وبتقتل المسعف والجرحى والسواق كمان، وبتستهدف المستشفيات زي مستشفى الأهلي المعمداني اللي لسه مضروبة من كام يوم، وغيرها كتير جدا من المستشفيات في الفترة اللي فاتت. كمان بتضرب الجوامع والكنايس والبيوت. ولو معتصم مثلا قال أنا عايز أخرج بره، عايز اشوف حياتي، عايز اتعلم بره زي اي انسان تاني طبيعي، ده صعب جدا. اصلا فلسطين ما عندهاش مطار شغال، واصلا ما فيش فلوس عشان يعرف يسافر، وفي النهاية معتصم مات وما فيش كفن.